رغم ما يتداوله أو يتداول أحيانا في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل من تكهنات حول توتر محتمل، فإنه لا توجد حتى اللحظة أي مؤشرات رسمية أو خطوات دبلوماسية توحي بوجود قطيعة وشيكة بين مصر والمغرب، إذ تظل العلاقات بين البلدين قائمة ضمن أطر التعاون العربي الإفريقي المعتمدة، مع احتمال وجود اختلافات ظرفية في بعض الملفات الإقليمية دون أن ترقى إلى مستوى قطيعة العلاقات أو تجميدها. وهناك بعض المعلومات تقول بأن مصر صارعت أو ذهبت إلى واشنطن من أجل ضغط على من أجل طالبت من واشنطن أن تضغط على الرباط الانسحاب من قوة حفظ السلام في غزة وتعويضها بأي بلد آخر. وهناك بعض المعلومات غير مدققة، ولكن تبقى دائما البلدين مصر والمغرب هما بلدين كبيرين ثقيلين في القارة الإفريقية وفي الجامعة العربية. وربما هناك تصدع داخل السياسيين أو القادة المصريين، خصوصا بعد إبرام المغرب اتفاقيات دفاعية مع إثيوبيا، ولكن المغرب دائما يخطو خطوة ثقيلة ولا يتهاون في مثل هذه الحالات.